تم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للخدمة الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية البشرية والمهنية نحو تنمية مستدامة. تابعونا بهذه اللقاءات وكاميرا الأولى. دكتور زين العابدين محمد، رئيس قسم المجالات، كلية الخدمة الاجتماعية حلوان، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة غادة، وأهلا بالتلفزيون المصري في كل مكان، وخاصة في المؤتمرات واللقاءات العلمية. النهاردة المؤتمر خاص بدور الخدمة الاجتماعية في تنمية البشرية، في التنمية البشرية والمهنية. حضرتك ممكن تقول لي الفكرة جت منين؟ الفكرة الأساسية جاءت في محاولة ربط الواقع الأكاديمي بالواقع العملي حتى يمكن أن لا تكون هناك فجوة ما بين النظري والتطبيق. النقطة الثانية أن محاولات الأبحاث العلمية أتت بأن أدوار الأخصائي الاجتماعي غير قادرة وغير مفعلة في العديد من المجالات من خلال نتائج الدراسات. لذلك حبيت أنزل إلى الواقع الميداني، ومن خلال الواقع الميداني أنشط عمل الأخصائيين الاجتماعيين لأسباب معينة حتى يكون بفعالية بدوره بفعالية أكثر. النقطة الأهم من كده، حتى حينما يأتي إليه طلاب من معاهد وكليات الخدمة الاجتماعية، يستطيع الأخصائي الاجتماعي الذي تم تدريبه في الإطار التنموي البشري وفي الإطار التنموي المهني يستطيع أن يدربه. وبالتالي احنا بننشط الواقع الميداني لتدريب طلابنا، فما يخرجوش طلابنا غير مؤهلين، لان بيشتكي المؤسسات من ان الطلاب غير مؤهلين. طب نعمل ايه؟ بيذهبوا الى مؤسسات الاخصائي الاجتماعي غير مدرب، غير قادر على تدريبهم، وبالتالي بيقوموا باعمال اداريه، بيقوموا باعمال نقل اعمال سابقه. لذلك احنا اردنا انا ومجموعه من الزملاء ان ناخذ على عاتقنا تنميه مهارات الاخصائيين الاجتماعيين في كل مكان، وإيجاد تلاحم ما بين الأخصائيين الاجتماعيين والممارسين، الأخصائيين الاجتماعيين والأكاديميين، في محاولة لتذويب الفروق ما بين هذا وذاك. أستاذ دكتور ممدوح أحمد عمر، أستاذ كلية الزراعة جامعة الأزهر، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. النهارده حضرتك مشارك في المؤتمر، حضرتك ممكن تقول لي ايه دور جامعه الازهر في المشاركه النهارده؟ جامعه الازهر طبعا من الجامعات العريقه جدا اللي دايما ما بتسيبش اي مؤتمر او اي ندوه الا ان هي بتشارك مشاركه فعاله. طبعا التأثير ده بيكون راجع إلى التنوع الثقافي اللي موجود في جامعة الأزهر، وخاصة من الطلاب الوافدين اللي موجودين في الجامعة اللي بيزيد عددهم عن 15,000 طالب من دول مختلفة وخاصة جنوب شرق آسيا. الأزهر له دور قيادي جدا في العمليات التعليمية، لأن بيربط أو بيكون واقع بين التعليم والسلوكيات. من السلوكيات ديت هي الأساس في المؤتمر بتاع النهاردة، اللي هي دايما اللي احنا نقول المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية والتنمية المهنية، ودورها في تعديل السلوكيات الخاطئة إلى سلوكيات إيجابية. النهاردة أنا بشارك في المؤتمر كنوع من المشاركة المجتمعية، لأن أنا كنت رئيس مجلس آباء سابق في مدرسة في إدارة دمياط التعليمية، ودايما كنت بحط أفكار، دايما أقول الفكرة خارج الصندوق بس في إطار القانون طبعا. يعني على سبيل المثال كل المجالس الآباء والأمناء بيبقى معظمهم من رجال الأعمال أو الآباء أو كده. احنا عملت طفرة جديدة ان احنا نعمل مجلس الآباء والأمناء من الأمهات بدل الآباء، وكان الحضور جيد جدا. دايما عملت فكرة جديدة ان احنا نوعنا في المحاضرات. كانت المحاضرات كلها سلوكيات، محاضرات دينية، لكن لما كنت ماسك في مجلس الآباء والأمناء عملنا تغيير في المحاضرات، وعملنا تنوع. على سبيل المثال التغذية بتاعت الأطفال، فعملنا محاضرات عن التغذية وتعممت على مستوى الجمهورية. برضو من الأفكار الجديدة اللي احنا عملناها في المشاركة المجتمعية ان احنا عملنا جمعية لأبناء
رجال الأعمال وليس جمعية رجال الأعمال، لأن جمعية أبناء رجال الأعمال ديت رئيس الجمعية هو طالب في المدرسة، فبيقدر يبقى لامس كل المشاكل المحيطة بالمدرسة من عمليات عالمية أو مباني أو سلوكيات أفراد أو طلاب أو حاجات زي كده. دايما نكون نفكر خارج الصندوق. أستاذ دكتور هناء فايز، رئيس قسم خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعيدة بوجودي معاكم. حضرتك النهارده تقولي لي أنت مشاركة في المؤتمر إزاي؟ الحقيقة المشاركات بتاعتنا كانت عن طريق تنظيم المؤتمر مع الأستاذ الدكتور زين ومع اللجنة كلها. أنا إن شاء الله بإذن الله كنت مشاركة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بمعاونة طبعا رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور زين، واللي كان بيقع على عاتقه العبء الأكبر في المؤتمر. حضرتك عارفة النهاردة في أكتر من وفد موجود، ناس من المملكة العربية السعودية وناس من فلسطين وناس من اليمن، بالإضافة طبعا إلى الممارسين والباحثين الشباب اللي موجودين عندنا. وده كان أهم حاجة بتميز المؤتمر، لأن في العادة كان بيغلب الأكاديميين، وجود الأكاديميين من أعضاء التدريس في المعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية كلها. لكن الحقيقة اللي بيمثل طفرة النهاردة إن بالتوازي حضور لأعضاء هيئة التدريس الأكاديميين وكمان الممارسين. علشان كده المؤتمر ده يعني أنا بعتبره نقلة ليه؟ لأن المؤتمرات تقدر تحقق الهدف منها من خلال تعارف الأكاديميين مع الممارسين. اللحظة دي ان احنا بننقل الخبرات للناس وهم قاعدين معانا، وهو ده الفرق الكبير في المؤتمر. يعني في العاده المؤتمرات بتعرض ابحاث وتعرض اوراق عمل وبيتم تحكيمها، لكن النهارده زي ما حضرتك شايفه ومتابعه من خلال جلسات المؤتمر على مدار اليومين، اللي حاصل ان الشباب هم اللي بيعرضوا الافكار، الشباب هم اللي بيجيبوا تجاربهم الواقعيه من الميدان وبيبتدوا ينقلوها لنا، والاكاديميين بيبتدوا يعلقوا عليهم وبيبتدوا يقولوا لهم ايه هي الثغرات اللي موجوده، ازاي نقدر نفعل الممارسه كمان. فهنا بيقرب الممارس اللي هو المنتج بتاعنا في معاهد وكليات الخدمه الاجتماعيه من مشكلات الواقع، وبيبتدي ان هو يبتدي يفعل دور الخدمه الاجتماعيه. وانا الحقيقه يمكن من خلال حضرتك يا استاذه غاده ومن خلال البرنامج بتاعكم المحترم ان احنا نقدر نقول ان احنا مهنه انسانيه، مهنه بيقع على عاتقنا، يعني ادعي انه بيقع على عاتقنا تطوير المجتمع في المرحله اللي احنا بنمر بيها دي، المرحله المهمه والخطيره اللي احنا عندنا مشكلات وعندنا احتياجات وعندنا كمان العنصر البشري نفسه، افكار الشباب، افكار الممارسين، افكار المهنيين، افكار مختلف الناس في مختلف المهن، فكر الرجل الشارع العادي. والنهارده كمان في طفره تانية لان احنا بدأوا الأخصائيين الاجتماعيين يخرجوا من مؤسساتهم للشارع، زي إحدى الباحثات عارضة تجربتها في الشارع، ازاي تقدر خدت الجروب بتاعها فريق العمل. شوف حضرتك بقى الفكر مش فردي، فكر فريق العمل، اخذت فريق العمل ونزلت الشارع علشان القهاوي العشوائيه اللي في المنطقه اللي هم المؤسسه موجوده فيها، وبداوا ان هم يوعوا الناس بمرض الضرن على القهاوي نفسها، ما خافوش، ما ترددوش. فكانت الممارسه واخده وضع هايل جدا بالنسبه لهم، فهم بينقلوا التجارب واحنا بنبتدي نديهم يعني بوش دافعه ان هم يبتدوا يقوا، ان هم يبتدوا يبصوا لمشاكل المجتمع، ان هي المهنه ما بتمارسش في مؤسسات ومكاتب، ان المهنه بتنزل لغايه الشارع، الانسان البسيط العادي، اذا كان مريض او انسان او حتى طفل شارع او حتى معاق مثلا ذهنيا او حتى اي حد من ذوي الاحتياجات الخاصه او مسن او مرأة مع عيله، بينزلوا الشوارع. وهنا في اللحظه دي المهنه لم تعد فقط مهنه مؤسسيه، ولكن ايضا بتنزل للشارع المصري وتبتدي تواجه المشكلات.